نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بواحدة اسمها مونيكا وهي داخلة حانة، وكان معاها ماري وقريبها، وبنعرف يا عزيزي إنها عايزة تشتغل في الحانة دي، وما كانتش تعرف إنها هتقع وقعة مش هتقوم منها أبدا، لأنها يا عزيزي اشتغلت وسط عصابة كبيرة قوي، وكمان حبت الزعيم بتاعهم، ومن ساعتها وهي حالها اتبدل، بالرغم ان امها قاضي وليها سمعتها، وابوها محامي شاطر وغني جدا. المهم يا عزيزي مونيكا قعدت فترة شغالة في الحانة، وفي مرة بيجيلها زبون غتت وبيفضل متنح فيها، فبتروح له وبتقول له انه قد ابوها وما يصحش يتنح فيها كده، فبيضحك وبيعزمها على كاس وبيقول لها ان اسمه وكاش، وكانت فاكرة انه جاي يعدل مزاجه ويوديه المالديف، عايزة يعني تديله حبايتين، وبتقول له مش عايز تاخد حباية من بتوع البي عشان تعلي دي، صدقني هتحس بشعور عمرك ما حسيت بيه. بس بتتصدم لما بتلاقي حبيبها جاي عليهم وبيقول لوكاش يا باشا، وبيطلع انه الزعيم بتاعهم. بس خلاص كان حط مونيكا في دماغه، وتاني يوم بياخد مونيكا وبيروح له، وكان غصب عنه بس طبعا ما يقدرش يرفض، والزعيم بيقعدها جنبه وكان مبسوط بيها، وبيقول للرجالة إنها جميلة وهتبقى مراته المستقبلية، وبعدها بيقوم وبيقول لهم إن في خاين وسطهم، وبيضرب واحد فيهم وبيقول لهم إن الخاين مكانه مش وسطهم، وبتشوفوا مونيكا وهو عمال يضرب فيه، وكمان أخد الجزء اللي فوق من شفايفه، وبنعرف يا عزيزي إنه بيحب يعمل كده في أي حد بيموته. ومونيكا كانت واقفة بتعيط، ولما مشيت مع حبيبها قالت له يركن بسرعة على جنب، ونزلت جابت كل اللي في بطنها وبتعيط وبتقول له إنها مش هتكمل معاه، بس هو كان بيحبها وايد، وفي نفس الوقت ما كانش قادر يعمل حاجة مع الزعيم، وبيقول لها إن الزعيم ده حد واعر قوي مش هيسيبك في حالك لو خرجت من العصابة. وبعد كام يوم جاب لها هدوم داخلية هدية، وبيقول لها تلبسها عشان في حد مهم جاي، وبتتصدم وبتقول له إنه إنسان قذر، بس هو بيصمم يلبسها الهدوم، وكان خايف جدا من الزعيم، وبيضربها وبيلبسها غصب عنها، وبيقول لها انها ليلة واحدة مش اكتر. وفعلا بيوصل الزعيم وبيسيبهم قرطاس الجوافة ده لوحدهم، وبيقول لها الزعيم انت وعدتيني قبل كده انك هتخليني احس بشعور عمري ما حسيت بيه، وبيربط ايديها وبيقول لها انه مستعد، وبعدها بيحط على دماغها الكيسة وبيغمى عليها. وبعد كام يوم بيلاقوا مونيكا ميتة على الشط، والدنيا بتتقلب على خبر موتها، وكمان يا عزيزي لقوا الجزء اللي فوق من شفايفها مش موجود، وبيجي الظابط بليسكي وبيحقق في موتها، وكمان بيبعتوا لأمها عشان تتعرف عليها، ولما بتروح بتتصدم لما بتشوفها وبتقول لهم إنها هي، وبتوقع على الأوراق من غير ما تتكلم كلمة واحدة، وبعدها بتنزل على عربيتها وكانت مصدومة، وبتمسح الروج بتاعها وبتنهار على بنتها. وبيليسكي بيعرف إن في واحدة قبل مونيكا ماتت نفس موتتها بالظبط، ورئيسه بيقول له إن خطيبها اللي عمل فيها كده بعد ما قررت تبعد عنه، وبيعرفوا إنه قضى عقوبته في السجن وخرج قريب، وعلى طول بيشكوا إن هو اللي قتل مونيكا، وبيلموا نفسهم وبيروحوا له البيت، والراجل يا عيني كان مرعوب، وقال لهم أحلف لكم بإيه إن عمري ما شفتها قبل كده، حرام عليكم ارحموني بقى، أنا مش عايز أدخل السجن تاني، أنا بصيت للحيطة لحد ما اكتفيت، أنا كنت بتعامل جوه معاملة فتيات الليل. بس بيصدموه بيقولوا له إنهم لقوا تيشيرت يخص مونيكا في البدروم عنده، فبيتعصب وبيقول لهم إنه مش هو، وإنه أصلا كان بيحب خطيبته وما قتلهاش، وبيفضل يصرخ وبيقول لهم انتوا عايزين تلبسوني تاني، وقبل ما بيهرب بيمسكوه بيكتفوه وبياخدوه على الاسم وبيحقق معاه بيليسكي. ولما قام يتكلم في التليفون بيقوم وبينط من الشباك، وللأسف يا عزيزي بيموت. ووقتها بيليسكي بيتأكد ان مش هو القاتل، ولما قال لرئيسه ان في حد تاني ورا موت مونيكا رئيسه زعق فيه وقال له يقفل المحضر ده خالص بعد إذنك، خلاص القاتل مات. المهم يوم جنازة مونيكا الكل بيحضر، وبيليسكي بيشوف أبو مونيكا وهو بيبص على وكاش، وطبعا بيحس إن الموضوع فيه إن، وبيقرر يدور ورا موت البنت اللي ماتت بنفس موتة مونيكا، وبيروح لأبوها وبيحقق معاه وبيشوف صور كتير ليها، وبيعرف إنها كانت شغالة في نفس الحانة اللي مونيكا كانت شغالة فيها، وكمان بيشوف صورتها مع وكاش. ولما سأل أبوها تعرف الراجل ده ولا لأ، قال له لأ، وده يا عزيزي بيبقى أول خيط بيمسكه. أما هيلينا أم مونيكا كانت حالتها صعبة جدا، وبتاخد جاكيت مونيكا وبتفضل حضناه، وبتفضل تشرب لحد ما دماغها بتسيح منها على الآخر، وبتقرر تخلص من حياتها. لكن بيجي جوزها وبيلحقها قبل فوات الأوان، ولما بيرجعوا البيت بيليسكي بيخبط عليهم وبيسأل أبو مونيكا عن الحانة اللي كانت شغالة فيها، بس أبو مونيكا بيتفاجئ أساسا إنها كانت شغالة في الحانة دي، وبتسأله هيلينا على خاتم مونيكا، وبتقول له إنها ما بتقلعوش من إيديها أبدا، وبتوصف شكله للظابط، فبيقول لها إنه هيشوفه لها، وبيمشي من عندهم وبيروح على الحانة اللي كانت شغالة فيها مونيكا،
وبيحاول انه يعرف من البنت اللي شغالة اي حاجة، بس هي طلعت ناصحة وبتديله كارت المحامي بتاعهم وبتقوله ان الكلام معاه هو. اما هيلينا بتصحى من النوم على صوت جوزها وكان بيتكلم في التليفون، وبتسمعه وهو بيقوله لو كان ليك ايد في اللي حصل لمونيكا ايامك اللي جاية هتبقى اسود من السواد. وما كانتش عارفة هو بيكلم مين، وقررت انها تمشي وراه وتراقبه، وبتتصدم لما بتشوفه بيخونها مع السكرتيرة. ده انت حظك منيل ب60 نيلة. ولما خلص شغله راح لمكان بعيد عن المدينة، وبتشوفه وهو واقف مع وكاش، بس الكلب بيحس بيها وبيفضل يهوهو، فبتاخد بعضها وبتمشي بسرعة. ولما رجعت البيت سرشت عن المكان اللي شافت فيه جوزها مع وكاش، واتصلت بواحد معرفة وقالت له يعرف لها المكان ده بتاع مين، وبيصدمها لما بيقول لها ان وكاش ده راجل عصابة كبير. ولما بتدور ورا جوزها بتلاقي فلاشة على شكل تحفة صغيرة، وبتلاقي فيها حسابات كتير وسجل كامل لشركة وكاش. وبيلسكي بيروح لدكتور الطب الشرعي، وده يا عزيزي بيكون أبو ماريو قريب مونيكا، وكان عايز يستفسر عن حاجات تخص مونيكا والبنت اللي ماتت نفس موتتها. والدكتور بيقوله إن مونيكا كان في جسمها علامات كتير وكأنها كانت مربوطة قبل موتها، ونفس النظام كانت البنت التانية. فبيقوم بيلسكي عشان يمشي، بس قبل ما بيطلع بيقف يتكلم مع ماريو شوية عن الحانة اللي مونيكا كانت شغالة فيها، وبيرجع يدور عن البنات اللي مفقودة في المدينة، وبيجمع كل المعلومات عنهم، وبيعرف انهم كانوا فتيات ليل وكانوا شغالين في نفس الحانة. وبيرجع لاصحابه الضباط وبيقول لهم انه هيفتح الموضوع تاني، لكن عنكبوت بيقول له ان رئيسهم لو عرف انك بتنخور في الموضوع ده تاني هيعاقبنا كلنا. فبيقول له انهم هيشتغلوا في السر لحد ما يقدروا يوصلوا لحاجة يعني. وبيقابل هيلينا وبيقول لها انه ملقاش الخاتم، وبياخد منها اذن انه يجي يدور في اوضه مونيكا، وهيلينا بتوافق عشان كانت عايزه تنتقم لبنتها. وبعدها بتاخد بعضها على دكتور الطب الشرعي، وبيطلعوا يا عزيزي انهم كانوا في علاقه زمان مع بعض، وبتقول له انها غيرت رايها وعايزه ترجع العلاقه اللي ما بينهم تاني، والدكتور بيوافق وبيطلعها الاوضه يعمل دراسه عليها. المهم تاني يوم بيلسكي بيروح لها البيت وبيفتش اوضه مونيكا وبيلاقي فيها كيس فيه برشام، وبيرجع لرئيسه وبيطلب منه انه يفتح القضيه تاني، وبيعرفه ان في واحده اتهمت وكاش انه عمل معاها الجلاشه، ولو قدر يوصل لها حاجات كتير هتتحل. لكن رئيسه كان مصمم وقال له انه هينقله لو عمل حاجه من وراه. وبنتفاجئ يا عزيزي ان اللي اتهمت وكاش كانت مونيكا، وكمان قالت انها شافته بيقتل واحد من رجالته. لكن عنكبوت الضابط كان تبع وكاش واتصل بيه وقال له ان مونيكا بتبلغ عنه، وبتتصدم مونيكا لما وكاش بيكلمها، وكمان بعت لها رجالته يجيبوها من الاسم. ووقتها مونيكا كانت منهارة ومش عارفة تتصرف ازاي. اما هيلينا كانت عايزة تنتقم لبنتها، وبتروح الحانة اللي كانت شغالة فيها، ولما سألت عن مونيكا قال لها الراجل ده انه ما يعرفهاش، وبيسألها تشرب حاجة قالت له انها عايزة مية. وبعد شوية بتيجي واحدة وبتقعد جنبها، فبتسألها هيلينا عن مونيكا وبتعرفها انها بنتها، والبنية طلعت أصيلة وقالت لها ما تكملش شرب المية عشان فيها مخدر، وبتقول لها ان مونيكا كانت جدعة وطيبة، وبتعرفها انهم مش هيسيبوها تطلع من الحانة، وعرفتها انها تروح الحمام بسرعة وتهرب من الشباك. وفعلا هيلينا كانت دماغها بدأت تتقل وبتهرب من شباك الحمام قبل ما تتقفش. ولما طلع وراها واحد منهم ركبت عربيتها وانظرن بسرعة، بس ما كانتش قادرة تسيطر على نفسها وبتعمل حادثة. بس بتدخل في عربيات الشرطة وبيعرف بيلسكي وبينقلها بسرعة على المستشفى. والظابط زميله بيعرفه ان البصمات اللي كانت على الكيس اللي لقاه في اوضة مونيكا بصمات واحد اسمه ديمرا، وده يا عزيزي يبقى حبيب مونيكا اللي باعها الوكاش. وبيعرف عنوانه وبيروح يسأل عليه، بس اخته بتقول له انه مختفي بقاله فترة. فبينزل تحت وبيستناها في العربية، واول ما نزلت بيمشوا وراها وبيراقبوها، وفعلا شاكو طلع في محله. وبتروح لاخوها وبيدخل بيلسكي عشان يتكلم معاه، وبيطلع انه هربان من وكاش، فبيسأله هو اللي قتل مونيكا ولا لا. بس قبل ما بيرد بيدخل عنكبوت وبيضربوا كام طلقة ورا بعض، وبيزعق فيه بيلسكي وبيقول له انه كان الشاهد الوحيد وما كانوش عارفين هو عمل ليه كده. وكمان الخاين بيقول لرئيسه اللي حصل، وبيتسبب في نقل بيلسكي. في الوقت ده هيلينا بتواجه جوزها وبتقول له انها عرفت انه شغال لصالح وكاش رئيس العصابة، وانها عارفة ان وكاش هو اللي قتل بنتهم. فبيقول لها انه فعلا اشتغل لصالحه، وبيحكي لها ان مونيكا جات له بعد ما وكاش عمل معاها الجلاشة، بس وقتها ما كانش في ايده اي حاجة يعملها، وده لانه كان معاه صور لمونيكا بنته وهي بلبوصة، وخاف على بنته من الفضيحة، وقال لها ان الحل الوحيد انها تهرب من البلد، والمفروض انها كانت هربت، بس اتفاجئت بموتها بعد كام يوم.
وبيقول لها انه اضطر يعمل اللي طلبه منه، وده لانه هدده انه هيقتل هيلينا مراته ويفضحه بصور بنته، وعشان كده هو جمع على الفلاشة دي كل المعلومات السرية اللي تودي وكاش في 30-60 داهية، وبيعرفها انه مش لاقي الضابط اللي يثق فيه عشان يسلمه الفلاشة دي. فبتاخدها منه وبتقول له ما تقلقش، وبسرعة بتسلمها لبليسكي، وبليسكي بيسلمها لرئيسه، وبيقدر ياخد امر بالقبض على وكاش، وبيروح ياخده من قلب بيته، وكمان بيشوفوا أوضة كاملة فيها أدوات، بس للأسف ما كانش عليها أي بصمات تخص حد، وكأنها لسه جديدة لنج. ولما جه عنكبوت ياخد وكاش للاسم رفض بليسكي، وقال له إن زميله التاني هو اللي هيوصل وكاش، وكان شاكك إنه شغال معاه. المهم الطب الشرعي ما بيقدرش يثبت أي حاجة على وكاش، وكانت كل الأدوات في بيته نضيفة، وما كانوش عارفين مخبي جثث البنات التانية فين، ولا حتى الجزء اللي بياخده من الشفايف ده. لكن بليسكي كان ذكي جدا، وبيروح يبص على الحاجات اللي كان لابسها وكاش قبل ما يدخل السجن، وبيتفاجئ بحظاظة معمولة من الجزء اللي كان بياخده منهم، ولما حللوها اتأكدوا انها من شفايف الناس اللي اختفت إلا مونيكا، وما كانوش قادرين يعرفوا هو خباها فين، بس اللي قدروا عليه انهم فعلا سجنوه. ولما عرفوا ان عنكبوت شغال معاه راحوا يقبضوا عليه، بس هو كان عارف انه اتكشف وبيضربهم بالمسدس، فبيضطروا انهم يخلصوا عليه. وبيروح بليسكي يقابل هيلينا وبتشكره على كل اللي عمله، وبتعرفه بالمكان اللي هتسافر فيه مع الدكتور ابو ماريو، وهو بيقول لها انه هيرجع بلده عشان يحضر عيد ميلاد بنته، وبيودعوا بعض وبيمشوا. ولما وصلت المكان مع ابو ماريو بيتفاجئوا بماريو وهو داخل عليهم، وبيعرف منهم انهم هيكملوا مع بعض حياتهم. فبيقول لها ماريو قبل ما تبدأ العلاقة دي لازم تعرف أبويا عمل إيه عشانك، وبيقوم وبيقول له إنه هيحكي لها. ولما مشي كانت المفاجأة، هيلينا بتشوف خاتم بنتها على الترابيزة وبتتصدم وبتاخده بسرعة وبتخبيه. ولما دخل بتقول له إنها تعبانة وعايزة ترجع البيت بسرعة، وبتطلب منه إنه يطلب لها عربية ترجعها البيت. في الوقت ده كان بليسكي واقف في البنزينة على الطريق، وبيفتكر كلام وكاش وهو واثق إنه ما قتلش مونيكا، وكمان بيفتكر انه شاف في ايد ماريو خاتم بمواصفات خاتم مونيكا، وكأنه كان قاصد يوريله الخاتم. وطبعا يا عزيزي هيلينا كانت عرفته بالمكان اللي رايحاه، وبيقرر يرجع لها بسرعة. والدكتور بيقول لهيلينا انه كان غصب عنه، وبيعتذر لها وبيقول لها انه كان بيحب مونيكا زي بنته بالظبط، وبيحضنها وبيغزها بالحقنة وبتنام. وهتاري بقى يا عزيزي اللي حصل ايه؟ ان بعد ما ابو مونيكا قال لها تهرب ما كانش في اي حد تثق فيه غير ماريو قريبها، وبتروح معاه نفس البيت اللي هيلينا فيه مع ابوه دلوقتي، وبتقعد وبتحكي له على اللي حصل معاها، وبتقول له على الطريقه اللي وكاش موت بيها الراجل قدامها. ماريو اتهبل وغار من وكاش، وكان عايز ياكل من التورته هو كمان، بس مونيكا رفضت وكانت عايزاه يبعد عنها. لكن يا عزيزي ماريو كانت خلاص قفلت معاه وضربها عشان يغمى عليها، بس اتصدم انها ماتت، وبسرعه بلغ ابوه وجاله. وفي الوقت الحالي بتفوق هيلينا وبتفك ايديها، ولما بتطلع فوق بتلاقي عاشقها قاعد وماسك البندقية، وبيقول لها ان ماريو ما كانش يقصد يأذيها، وانه كان هيتجنن عليها لما ماتت، وانه اخد الخاتم بتاعها من حبه فيها، وبيقول لها انه ابنه الوحيد، وانه كان لازم يداري عليه بأي طريقة، واضطر هو اللي يعمل فيها زي ما وكاش بيعمل في اللي بيقتلهم. وبيعتذر لها على اللي عمله، وبيقول لها انه كان مجبور. وبره كان بليكسي وصل المكان وبيسمع صوت طلقة عالية، ولما جري على جوه لقى الدكتور خلص على نفسه وبياخد هيلينا وبيطلعها بره. اما ماريو بيروح الاسم وبيعترف بكل حاجة، وبيخلص الفيلم على كده. لايك بقى يا عزيزي، وما تنساش تقول لنا رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.